بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى المرسلين. إخواني أخواتي، كنتمنى تكونوا بألف خير وتكونوا بصحة وسلامة وعافية. في هذا الفيديو إن شاء الله غنتكلم لكم على واحد الآفة اللي كتهدد الخلايا ديال النحل اللي كتكون ضعيفة، ألا وهي ديدان الشمع، حيث تعد من أكثر الآفات الحشرية خطورة على الأقراص الشمعية، خصوصا المخزونة منها أو في الخلايا ديال النحل اللي كتكون ضعيفة، ولا يستطيع النحل حماية كافة هذه الأقراص الشمعية، والتي تصبح غير صالحة للاستخدام بسبب كون الشمع إما مشوه أو وجود مخلفات يرقات هذه الديدان والمواد التي تفرزها لدعم أنفاقها. ويجب تذويب هذا الشمع وإعادة تدويره، مما يسبب خسائر اقتصادية لمربي النحل. وتهاجم هذه الديدان سواء كبيرة منها أو صغيرة جميع معدات تربية نحل العسل. ويعد الشمع المخزون بصفة غير صحيحة الهدف الرئيسي لهذه الديدان. هنا في هذا الفيديو عندي كما قلت في فيديو سابق بعض الصناديق الخشبية في سطح المنزل، والتي أضع فيها بعض الشمع القديم الذي سبق استخلاص النحل منه إطار الشمع لصيد طرود النحل. سوف تجدون الفيديو كيفية صيد طرود النحل في صندوق الوصف. لكن للأسف السنة الماضية مع شح التساقطات المطرية والجفاف الذي ضرب المغرب هذا العام، لم تمتلئ هذه الصناديق بالنحل وظلت فارغة، ومما أدى إلى هجوم هذه الحشرات على صناديق النحل والشمع النحل. نتمنى هذه السنة تكون أفضل بالنسبة للنحالة جميعا، وترجع الأمور للطبيعة ديالها، ويبقى النحل على قيد الحياة في انتظار أيام أفضل إن شاء الله. لاحظوا معي هذه الثقوب في هذه الإطارات الخشبية والتي أحدثتها هذه الديدان. هنايا في هذا الفيديو استعملت نار تكون خفيفة لكي لا يتم حرق الصندوق بأكمله، أن هاد الديدان عندما تشعرون بالحرارة وهاد الدخان اللي كيتصاعد من هاد النيران تبدأ بالخروج من شقوقها. لاحظوا معي، هذا بالنسبة للصندوق. أما بالنسبة لإطارات الشمع فتعود غير صالحة للاستعمال، يجب حرقها نهائيا، تذويبها وإعادة تدويرها أو استعمالها لأغراض أخرى، فهي تضيع بهذه ديدان ولا تعود صالحة للاستعمال. إذا لاحظوا معي هاد ديدان النحل أو حشرات التي تكون داخل هذه الشقوق، عندما تشعر بدرجة الحرارة تبدأ بالخروج. أما بالنسبة للصناديق التي تكون فيها النحل ممتلئة بالنحل، هذا صندوق فارغ، فيجب تقوية هذه الخلايا الضعيفة، لأن أصلا هذا الديدان الشمع تهجم على الخلايا الضعيفة. إذا كما قلت يجب تقوية الخلايا الضعيفة أو ضمها إلى بعضها لكي تصير قوية. وأيضا يجب إجراء الفحص الدوري على الخلايا يتمكن النحال من تحري الإصابة
تفادي المشكلة. كما يجب استبدال أقراص النحل القديمة والقاتمة اللون واستعمال الأساس الشمعي الفاتح والجديد، لأن كما قلت هاد دودة النحل تتبع هاد أقراص النحل القديمة. وأنا هاد الصناديق في سطح المنزل دائما أضع فيها أقراص النحل القديمة التي سبق إزالة العسل منها لاستقطاب النحل بفضل هذا الرائحة ديال شمع النحل والعسل التي تكون موجودة فيه واصطياد طرود النحل. بالنسبة للصناديق الخشبية يجب استخدام خلايا ذات خشب جيد، ومن الأفضل أنه يكون خالي من الشقوق، لأن هذا الديدان كما لاحظتم تختبئ داخل هذه الشقوق. هذا إطار صار غير مؤهل، لذلك كما قلت لا يجب استعماله داخل الصندوق مرة أخرى. يجب إزالة الإطارات غير المأهولة واستبدالها. هنا بالنسبة للنار كما قلت يجب أن تكون نار خافتة لكي لا يتم حرق الصندوق. وبالنسبة لهذا الديدان الشمع فهي تتغذى على شمع العسل، وتكون شديدة الالتصاق بأخشاب هذه الصناديق، وتكون متجمعة في هذه كما لاحظتم على شكل أنفاق، فإنها تحفر في الصندوق أو في الشمع أنفاق صغيرة وتضع فيها اليرقات والبيوض. كما يمكن أن تضع هذه الفراشة أكثر من 250 إلى 300 بيضة في هذه الشقوق كما تلاحظون، هذه الثقوب. إذن يجب تعريض هذا الصندوق لدرجة الحرارة مرات متعددة لكي نمر من جميع مراحل نمو هذه الديدان واليرقات للقضاء عليها بصفة نهائية. وقد يصل طول هذه اليرقة إلى 3 سنتيمترات إذا وجدت الغذاء المناسب. كما قلت يجب تعريض هذا الصندوق للحرارة لعدة أيام وليس لمرة واحدة لكي نقضي على جميع اليرقات والديدان الموجودة داخله. لاحظوا معي هذه الديدان ذات الأحجام المتنوعة والمختلفة. نتمنى أن الفيديوهات ديالي يكونوا كينالوا الإعجاب ديالكم، وما تنسوناش من لايك واشتراك ومشاركة الفيديو مع الأهل والأصدقاء فضلا وليس أمرا. جزاكم الله خيرا، ونتمنى أنني نكون كنفيدكم بهذه الفيديوهات ولو القليل. وعندما يصير الصندوق جاهزا يتم إغلاق جزء منه في الأسفل لتفادي دخول الحشرات وبعض الزواحف لهذا الصندوق، ونضع القليل من شمع العسل لاستقطاب النحل الكشاف. ونتمنى هذا العام يرزقنا الله سبحانه وتعالى بالمطر، لأن الخير كله كيجي معه. والسلام عليكم ورحمة الله.